فوز نادي الزمالك ببطولة كاس مصر على حساب غريمه التقليدي النادي الأهلي. تجميد جميع مستحقات اللاعبين بالنادي الأهلي لحد نهاية الموسم. تعنيف وتوبيخ اللاعبين من قبل إدارة النادي الأهلي. حالة غضب عارمة من جماهير الأهلي ضد الإدارة. عقوبات على اللاعبين آخر الموسم. هجوم الإدارة والجماهير على سواريش. انتفاضة في مجلس إدارة النادي الأهلي. توجيه اللوم من قبل الإدارة على رحيل موسيماني. هجوم قاسي من مرتضى منصور على سيد عبد الحفيظ. بعض أعضاء النادي الأهلي على اللعيبة داخل التدريب، وشاهدوا هتافات عنيفة جدا ضد اللعيبة. ومن بعض الهتافات اللي هقول حضراتكم عليها، قالوا لهم لو شبعتوا من البطولات روحوا العبوا دوري الشركات. لعيبة عالة ما فيكمش رجالة، مش حاسس بالجمهور، خد بعضك وغور. اللعيبة طبعا حطت وشها في الأرض واتحرجت، وكانت مش هتكمل التدريب، ولكن تدخل بعض مجلس إدارة النادي الأهلي